السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد محمود مؤسس قناة كود جيم. النهارده ده أول فيديو في سلسلة ما قبل البرمجة. طبعا السلسلة دي معمولة عشان تساعد الناس إن هي تفهم أكتر مجال البرمجة قبل ما تخشوا حتى أو قبل ما تبدأ حتى تكتب سطر كود، فهنفهمك أساسيات مهمة جدا قبل ما تدخل لعالم البرمجة. في فيديو النهارده هنجاوب على سؤالين مهمين جدا: ليه تتعلم برمجة وإزاي تبدأ؟ خلونا نجاوب على السؤال الأول وهو ليه تتعلم برمجة. خلينا نكون متفقين إن البرمجة مش بس للناس اللي عايزة تشتغل سوفت وير انجينير أو يبقوا ديفلوبرز. البرمجة بشكل عام هتفيدك في أي مجال، لأنها بتعلمك إزاي تفكر، إزاي تحل مشكلات، إزاي تحول أفكارك لمشاريع حقيقية. خلينا نقول إن البرمجة بتتوصف بثلاث كلمات: البرمجة تفكير، البرمجة إبداع، البرمجة حل. يعني إيه؟ خلينا نوضح يعني إيه الكلام ده. البرمجة تفكير لأنك في البرمجة بتفكر بطريقة منطقية ومنظمة، إنك في العادة بتكتب أكواد برمجية كتير، والأكواد دي مش مجرد سطور أنت بتكتبها أو كلام أنت بتكتبه عشان تنشئ برنامج وخلاص. لأ، دي أكواد منظمة جدا وليها تسلسلات معينة بتخليك تعبر عن فكرة معينة بشكل منطقي من خلال أكواد برمجية. فبالتالي أنت لازم يكون كودك منظم، تفكيرك وأنت بتكتب الكود منظم، تفكير الحلول اللي أنت بتعملها منظمة. البرمجة إبداع لأنك بتحول أي فكرة في الحقيقة لبرنامج أو لاختراع باستخدام البرمجة. فبالتالي حرفيا بتبدع في أي شكل من الأشكال باستخدام الكود بس. البرمجة حل، لأن جوهر البرمجة وأهم مهارة من المهارات اللي هتديها لك البرمجة هي مهارة البروبلم سولفينج أو مهارة حل المشكلات. المهارة دي مهمة جدا 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 وهنتكلم عنها في فيديو لوحده، وهيبقى فيه معانا كلام ليها كتير بعدين على القناة. فلازم تكون عارف إن المهارة دي من أهم المهارات اللي هتخلي تفكيرك وطريقتك في التفكير في الحياة تتغير، لأن البرمجة أغلب الوقت بتعتمد على حل مشكلات كتيرة جدا. فبالتالي أنت مهارة حل المشكلات عندك أو مهارة البروبلم سولفينج زي ما تقول كده بتثقل بأكبر قدر من التدريب والمهارة والإبداع. أنت البرمجة دايما هتشغلك طول الوقت إنك تحل مشاكل كتير، فبالتالي بتطور المهارة دي بشكل رهيب حتى من غير ما أنت تحس. ولازم تحط في بالك برضو إن البرمجة هتساعدك في أي مجال أنت فيه، مش بس لو أنت مبرمج. فبالتالي أنت محتاج المهارة دي جدا. ليه؟ سواء أنت دكتور، مهندس، أو أيا كان وظيفتك، أنت في الأول وفي الآخر عايش دلوقتي في عالم التكنولوجي فيه بتبقى حواليه من كل ناحية. فبالتالي أنت لو ما عندكش علم بالتكنولوجي دي إزاي بتشتغل، أو حتى عندك أقل معلومة عنه، بالتالي أنت زي ما تقول كده هتبقى تايه في بحر من التكنولوجيا والأجهزة والحاجات الحديثة، وأنت مش عارف تطور من نفسك أو متأخر. فبالتالي لما تضيف لنفسك أو تضيف لمجالك حاجة زي البرمجة، ده بيعمل أبجريد ليك بمسماك الوظيفي في المجال اللي أنت شغال فيه، سواء أنت بقى عايز تستفيد منه في شغلك أو كمهارة هتساعدك في تطوير نفسك. مش عايز أطول عليكم في النقطة ديت، خلينا نكتفي بإجابة السؤال، لأن طبعا أنا هدفي إن أنا مش بحاول أقنع كل الناس إن هي تخش مجال البرمجة، بس بحاول أرضي فضول أي شخص حابب يخش البرمجة. أو بمعنى أصح، بما إنك لقيت الفيديو ده أو قررت تتفرج عليه، ده معناه إنك عندك دافع معين أنت عايز تدخله عشان تتعلم برمجة. فأنا هنا بجاوب لك بأبسط الإجابات على سؤال اللي بيدور في دماغك، هو إن أنا ليه أتعلم برمجة. خلينا بقى نروح للسؤال المهم والسؤال التاني: إزاي تبدأ برمجة؟ وده السؤال الأساسي في السلسلة بتاعتنا. في حاجات أساسية لازم تفهمها عشان تبدأ برمجة. أول حاجة زي ما قلنا دايما في المقدمة إنك تهتم بالأساسيات. أساسيات البرمجة مهمة جدا جدا جدا. فقبل ما تخش في أي لغة برمجة أو قبل حتى ما تبدأ كودينج، وده اللي احنا هنقوله مع بعض في الفيديوهات الجاية، إنك لازم تعرف أول حاجة أمور أساسية جدا، زي مثلا الماشين اللي أنت بتتعامل معاها أو الكمبيوتر اللي أنت بتتعامل معاه، إزاي الجهاز ده بيشتغل. فبالتالي دي حاجة مهمة جدا أنت لازم تكون فاهمها، خصوصا للناس اللي متعودة دايما تقعد أغلب وقتها على الموبايل، فبالتالي ما عندهمش فكرة قوي على الكمبيوتر أو تفاصيل الكمبيوتر. فبالتالي أغلب الوقت بيسيبوكوا بيتفرجوا على أفلام أو بيلعبوا عليه بس. غير كده أو ما واجهوش مشاكل في الكمبيوتر بتاعهم حاولوا يحلوها بنفسهم. تاني حاجة لما تحب تتعلم، دايما الجأ للمصادر المجانية الأول عشان يبقى عندك أكبر قدر من الاستيعاب أنت متجه ناحية إيه. بمعنى دايما بدل ما تصرف فلوسك على كورسات وأنت هتشوف في الآخر إن هي مش مجدية أو مش مديالك الفضول اللي أنت عايزه، سيرش الأول بأكتر من طريقة، سواء اليوتيوب، سواء المنصات التعليمية المفتوحة، سواء المواقع اللي بتديك تبس عن حاجات معينة. افهم أنت عايز تروح فين، تمام. وقبل ما تخش في أي تراك مهم في البرمجة، زي ما قلنا لازم تكون فاهم كويس أنت عايز تعمل إيه. فدور وافهم وشوف الناس اللي مناسبة إن هي بتحاول تفهمك، يعني مش كل الناس هتفهمك بنفس الطريقة. فبالتالي أنت
كل واحد فينا ليه طريقة تفكير معينة، فبالتالي كل واحد فينا بيفهم بطريقة بشكل. فعشان كده دايما لما تيجي ترجع تتعلم ابحث في كذا مكان من نفس الحاجة. يعني مثلا هنبدأ مثلا ازاي تفهم الكمبيوتر، لو هنتكلم في فيديو زي ده مثلا حاول تشوف اكتر شخص انت ممكن تستوعب منه عشان تاخد اكبر قدر من الاستفادة. اهم حاجة بقى في اللي احنا عايزين نقوله ده كله، البرمجة طبعا مش محتاجة ذكاء خارق، هي محتاجة فقط 3 حاجات: صبر، استمرارية، تدريب. صبر لانك دايما هتواجه مشاكل كتير في البرمجة مش سلسة في تعلمها. البرمجة دايما هتلاقي دايما حاجات بتقف قدامك. بالعكس انت لو البرمجة مشيت معاك بسلاسة قوي ده معناه ان في مشكلة. ليه؟ لان دايما مواجهة الاخطاء او انه يحصل لك ايرورز في الكود، مثلا هتعرف يعني ايه ايرورز في الكود بعدين، او يحصل لك مشاكل كتير وانت بتسطب حاجة بتعلمك ازاي تحل مشاكل. لما تمر بالمواقف دي بدري ده هيفيدك جدا بعدين. تاني حاجة الاستمرارية، ما تزهقش، انك لازم تكون فاهم ومستوعب ان انت في البرمجة اهم حاجة انك تستمر. طول ما انت بتتعلم برمجة هتلاقي اوقات انت بتصاب فيها في الاحباط، فبالتالي لازم يكون عندك استمرارية وصبر. دايما المرحلة الممتعة في البرمجة هي المرحلة اللي انت بتبتدي تأتشيف حاجة او تحقق حاجة صعبة وتعرف تحلها او تفهمها. في اللحظة دي بتبتدي الاستمرارية دي تدي ثمارها، فبالتالي ما تبطلش مهما حصل. مجرد ما تبدأ في المجال دايما مهما كان الإحباط اللي هيصيبك لازم تستمر. آخر حاجة معانا التدريب. التطبيق العملي يا جماعة أهم شيء، لازم تطبق دايما. الاعتماد على التطبيق النظري فقط ملوش أي لازمة. ما ينفعش في البرمجة تعتمد على المبدأ النظري فقط، إنك تذاكر مناهج نظرية. لازم تطبق عملي. الكود أساسه التعود، إنك بتتعود باستمرار على كتابة الكود. الكود ما بتحفظش، الكود بيترسخ في دماغك مع الممارسة، فلازم التدريب. تحذير مهم جدا يا جماعة ونصيحة، بلاش تتسرع في التعلم. طول ما انت بتتعلم في البداية بلاش تتسرع في تعلم الأساسيات، لأن التسرع ده هيودي لنتائج مش كويسة. التسرع هيخليك تهمل أمور كتير جدا في النص. ما تزهقش من الأساسيات، ما تتسرعش إنك عايز تتعلم مثلا تراك كبير زي الأندرويد أو الباك إند أو الفرونت إند أو إلى ذلك. الحاجات دي محتاجة أساسيات كويسة جدا، فلو أنت أهملت الأساسيات دي هتلاقي في الآخر إن أنت مش قادر تكمل أي تراك من التراكات دي. هتضطر دايما إن أنت ترجع تتعلم أساسيات، وبالتالي هتمل بسرعة وهتزهق وهتسيب المجال تماما. أو بقول لك إن أسوأ من إنك تسيب المجال إنك تتوه في متاهة التراكات المختلفة اللي أنت مش عارف تثبت على تراك ومش عارف تقرر أنت عايز تعمل إيه في البرمجة. فبالتالي ما تتعجلش في تعلم الأساسيات، اتعلم واحدة واحدة، اتعلم بالراحة. النصيحة بقى المهمة، الأساسيات يا جماعة، وهكررها أكتر من مرة في كل فيديو، الأساسيات أهم حاجة. ما تهملش الأساسيات، سواء الأوبجكت أورينتد هتفهم المعنى ده بعدين، سواء الألجوريزمز، سواء الداتا ستراكشر وما إلى ذلك. الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا، اوعى إياك تهملها. تعلمها كويس قوي، لأن في مرحلة ما لما يكون معاك أساسيات قوية جدا هتقدر تخش في أي تراك وانت مطمن مهما كانت صعوبته، مهما كان التراك ده معقد. فلا، هتدخل التراك ده بقوة. حتى لو عاوزت تغير التراك بما ان اساسك كويس هتعرف تغيره بمنتهى السهولة. وكل ما تتعلم اكتر كل ما سرعة تعلمك لأي تراك اخر تبقى احسن واسرع. التراك اللي ممكن تكون اتعلمته مثلا في، ولنفرض طبعا ده كلام مجازي، 3 شهور، ممكن بعد كده تتعلمه في شهر. طبعا ما فيش المدة دي طبعا، يعني في الموضوع ساعات بياخد اطول او اقل على حسب. تمهل في تعلم الاساسيات وتعلمها كويس جدا. كده احنا خلصنا النهارده الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لمتابعتنا. اتمنى اكون استفدت اكتر استفاده ممكنه من الفيديو ده، واستنونا في الفيديو الجاي. تابعونا على اليوتيوب واعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتابعونا على الفيسبوك اعملوا شير ولايك هناك. معكم محمد محمود من قناه كود جيم.